مكتوب في كتب التاريخ ان الفرنساويين دخلوا مسجد الازهر ودنسوه بالاقدام، ودي يعني سبه في جبين الفرنساويين اللي ما كانوش عندهم وعي بفكره قداسه المكان ويعني ايه مسجد بالنسبه للمسلمين. حاليا للاسف يعني احنا غضبانين جدا كمرشدين، غيورين على بلدنا، لانه جوه مسجد محمد علي هنا اللي هو احنا بنجي الصبح بالاجانب زيارات وما نقدرش ندخل الصحن ولا المسجد من غير ما نلبس شوز اوفر شوز بلاستيك عشان حمايه الرخام في الارض. بالليل احنا بالنهار نعمل ده، ولو واحده اجنبيه لابسه لبس يعني واسع بتاع ده مفتوح شويه بيدوها بيأجروا لها جلابيه عشان تستر نفسها. فتمام احنا محترمين ده تماما. اللي حاصل بقى انه يعني للاسف مؤخرا بقى في تأجير للمكان، استئجار الصحن لعمل الافراح والدخول بقى بالكعب العالي بالملابس الخليعه. مؤخرا كمان اللي اغضبنا اكتر واكتر انه في رقص في المسجد، بينما هنا محكى القلعه بصوا مكان بديع ورائع وواسع فسيح جدا، نقدر نستفيد منه في عمل الافراح من غير ما ندنس الاثر، من غير ما نغضب الغيورين على البلد عشان نحافظ عليها. فنداء لكل مسؤول، نداء لوزير الاثار، لوزير السياحه، لكل مسؤول في البلد. محكى القلعه مكان جميل نقدر نعمل فيه استثماراتنا برضو، لكن بدون ما نهدم اثر. يعني المحكى هنا مكان يعني متسع كبير، الحجر اللي في الارض نقدر نغيره، لكن الرخام اللي جوه الاثر، اصل اللي هناك ده اثر يا جماعه، غير ان هو اثر واحنا غيورين على الاثار، هو مسجد. فكلمه مسجد يعني احترام، يعني عدم تدنيس بالدخول بالاحذيه، يعني عدم الدخول بملابس فاضحه، يعني عدم الرقص في المساجد، وده اللي شفناه مؤخرا وده اللي احنا معترضين عليه. فبصوا المكان اهو، انا بحط بين ايديكم الفكره دي وهتنجح جدا، والناس اللي جايه تعمل عقد القران مش هتقول لك لا والله لو مش جوه مسجد محمد علي انا مش كاتب كتابي. فبرجاء الاهتمام.